أنتم مستعدون لملحمة كروية جديدة؟ دور المجموعات انتهى، والآن دقت ساعة الجد في الأضواء الإقصائية لمونديال 2026. يوم الثلاثاء المقبل أسود الأطلس في مواجهة كسر عظام حقيقية أمام الطواحن الهولندية. مباراة لا تقبل قسم على اثنين: إما كتابة تاريخ جديد أو حزم الحقائب والمغادرة. هولندا تدخل اللقاء وعينها على استعادة هيبتها المونديالية بترسانة من النجوم والسرعات الهجومية، لكنهم يعرفون جيدا أنهم لن يواجهوا مجرد منتخب، بل سيواجهون جدارا دفاعيا حديديا وخط وسط لا يرحم، وخلفهم زئير ملايين الجماهير المغربية والعربية التي ستحول الملعب إلى جحيم على المنافسين. تكتيكيا المواجهة ستكون معركة عقول على خط التماس. هولندا ستندفع للضغط العالي والسيطرة على الأطراف، وهنا يأتي دور محمد وهبي في إغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات النموذجية القاتلة. استغلال سرعات حكيمي والضرب في عمق الدفاع الهولندي البطيء سيكون المفتاح السحري للأسود لحسم بطاقة التأهل. ستجرى مباراة المغرب ضد هولندا في الدور 32 من كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، وتحديدا في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب وتوقيت غرينتش. وستقام المباراة على أرضية ملعب مونتيري الواقع في مدينة مونتيري المكسيكية. توقعي الشخصي: بروح الدوحة وعزيمة رجال المونديال، أسود الأطلس سيفترسون الطواحين ويفوزون بهدفين لهدف يعبر الدور السادس عشر. والآن شاركونا أنتم في تعليقاتكم، ما هو توقعكم لنتيجة هذه الملحمة؟ وهل يفعلها الأسود مجددا؟ لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم التغطية الفورية للمباراة. وديما مغرب، والسلام عليكم.